لو عاوز تخلع من بروجكت او موضوع حاسس انك هتلبس فيه، يبقى عليك وعلى ايميل الخلعان. انت في الخلعون وانا في النفخون. ده واحد بقى من اكتر الايميلات المزعجه والمضحكه في نفس الوقت، لان في اشخاص بيحاولوا يتهربوا من المسؤوليه بطريقه ذكيه، بيبعتوا لك طلب وبيعملوا ان هو مجرد اقتراح. ما عرفتكش انا كده بقى، وانت تقرا الايميل وتكتشف ان هو مكتوب بطريقه تهرب من المسؤوليه، زي مثلا ايميل لطيف بيحاول يقنعك ان الشغل ده بسيط جدا وانك تقدر تعمله بايد واحده، وتلاقي بقى اللي باعت لك الايميل ده بيشرب قهوه ومستني يتفرج عليك وانت بتشيل الخازوق. ولو الامور ظبطت والبروجكت نجح بيعمل نفسه من بنها، لا وكمان بيزق نفسه في البروجكت معاك. انا هاجي معاكم كده، وهيجي في الاخر يقول لك انا كنت دايما مؤمن بالفكره ودي خطتي من البدايه. انت كداب ابو صلاح. طب اعمل ايه بقى مع حبيبنا ابو الخلعان؟ في 3 طرق قدامك. الدبلوماسيه الذكيه، يعني انك تخلي ابو الخلعان معاك وتطول علاقته بالبروجكت. تاني حاجه ممكن تعملها انك تخلي الكره في ملعبه، اطلب منه توضيح الاهداف بشكل ادق عشان تقدر تساهم بطريقه افضل. اخر حاجه ممكن تخلع انت، انا ماشي، يعني تتحجج وتقول وقتي مشغول، بس انا هتواصل مع الفريق عشان انقل له تفاصيل. في عالم البيزنس ما تصدقش كل كلام معسول، ما حدش بياكلها بالسهل. عالدغري انا تعبان.